مساء الخير لكل الأخوة والأخوات اللي دخلوا معانا اللايف. طبعا حكينا كتير أخبار بالبداية، وما بحب أقول أخبار كتير، لكن المسألة أنه كان في فعلا تطورات كتيرة بالوقت اللي فتحت فيه. طبعا أهم تطور بدنا نتحدث فيه عن الضربة الخاطفة الأوكرانية عن طريق المسيرات للقواعد العسكرية أو القواعد الجوية الروسية. طبعا شو كانت نتائجها؟ طبعا بدنا نحكي على المستوى السياسي أولا. أنا قبل عدة أسابيع ذكرت بوضوح وللتذكير هذا الكلام بأنه ستبدأ حرب بأوكرانيا وروسيا بعد السبات اللي حصل نوعا ما فترة قصيرة، وذلك بسبب أنه على الأرض لا يساعد بطاولة المفاوضات بالنسبة للروس. طبعا الروس بدأوا بحرب خاطفة وبمساعدة تقنيات صينية انتشرت العالم كلياته، وأيضا بمساعدة كوريا الشمالية. وتحدثنا بهذا الموضوع مطولا وقتها. طبعا كان في وقتها تجهيز لمؤتمر اسطنبول، وانه على اساس بده يروح بوتين إلى تركيا وزيلينسكي ويتم المفاوضات هناك. وتحدثت عن هذا الموضوع وقتها. كثير من الناس شككت بكلامي، يعني شلون بده يصير حرب وهذا عم بيجهزوا بده يروح بوتين على تركيا وبده يلتقي، إلا باللحظات الأخيرة اللي ألغى فيها الكرملين أعلن إلغاء زيارة بوتين إلى تركيا وقتها. وكانت يعني مفاجأة بالنسبة للعالم كلياته، أنه بشكل مفاجئ بوتين لا يذهب إلى تركيا، وبدأت عمليات عسكرية روسية بشكل خاطف لتحقيق أهداف عسكرية قبل البدء بأي مفاوضات مع الأوكران. طبعا أنا متحدث كثير عن الأقاليم الأربعة اللي روسيا تطمح أنه تحصل عليها، بالإضافة إلى الإقليم الخامس اللي هو جزيرة القرم اللي استولت عليه روسيا في عام 2014. وأعطيتكم رؤية مستقبلية على شكل الاتفاق، لكن القوة العسكرية اللي كانت موجودة، توزع القوى ما بين الطرفين، ما كانت تساعد على تلك آه، المفاوضات أو الطموحات الروسية. على الأقل خلينا نقول الطموحات الروسية على الأقل كانت بالنسبة للأوروبيين والأمريكان ونوعا ما للأوكرانيين جيدة، لأنه لا تستطيع روسيا بالمطالبة بالأقاليم الأربعة بشكل نهائي لروسيا بالوضع العسكري اللي كان موجود وقتها. ففكرت بهذا الموضوع، أنه الاتفاق هل سيتم وروسيا نوعا ما ضعيفة عسكريا، هي ما ضعيفة بس بالمرحلة اللي هي فيها ضعيفة نوعا ما، ضعيفة نوعا ما بالمفاوضات، فلا تستطيع يعني أنه تضغط بشكل كبير لحتى تحصل على الأقاليم الأربعة. يجب أن تكون المعادلة العسكرية أقوى. طبعا في حلقات عديدة تحدثنا عن الحرب الخاصة واللي بتقودها الدول ضد الدول الأخرى. الحروب تغيرت بشكل كبير وأصبحت الآن حروب تكنولوجية، يعني حتى ليس بالضرورة تكون بإمكانيات كبيرة مادية وهائلة. فنحن شفنا الطيارات اللي ما بتكلف $600 لحتى $1000 على أكبر تقدير قادرة أنه تفتك بطائرات سعرها مئات ملايين الدولارات أو عشرات آلاف الدولارات. وشفنا هذا الشيء أيضا بشكل واضح بالحرب الأخيرة اللي حصلت في 6 تشرين، أنه
عملت فارق كبير جدا ضد القوات التركية اللي كانت موجودة. الأتراك هم اللي كانوا يحاربوا مو الجيش الوطني. الجيش الوطني في أول أسبوع أسبوعين فارط في 6 تشرين. وشفنا منظومات الرادارات التركية اللي سعرها آلاف، أو خلينا نقول مئات الدولارات ومئات الملايين من الدولارات، كيف كانت تستهدف ببساطة من طائرات بروسك الكردية اللي هي تقنية محلية الصنع، وتم تطويرها ولأجيال كثير الآن موجودة أيضا. أنا ما بدي أحكي عن المسائل العسكرية هنا كثير في هذا المسألة، لكن الحروب أصبحت حروب مخابراتية بالدرجة الأولى، وتعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي. وطبعا مسألة الذكاء الاصطناعي هاي جديدة دخلت في الحروب وعملت طفرة الآن، وراح تبين بحروب أخرى طفرات كبيرة جدا. بدي أذكركم بالعملية الاستخباراتية اللي حصلت في جنوب لبنان. الكل كان يظن أنه حزب الله حزب قوي جدا ويمتلك آلاف الصواريخ اللي قادر أنه يردع إسرائيل. حصل نوع من أنواع التوازن الإقليمي في المنطقة كلياته، وشفنا أنه اعتقد المواطن العربي والشرق أوسطي تحديدا بأنه حزب الله لم يعد يقهر، وأصبح منافس لإسرائيل لدرجة يكون رادع وند له. شفنا العملية الاستخباراتية اللي دخلت لهم وأدت إلى عطب ما يقارب 10,000 عدد القتلى. فأنت عندك 10,000 من كبار مقاتلينهم، لأن الجهاز هذا ما كان يعطى البيجر لكل فرد، لا كان يعطى على القادة للمستوى الأول والثاني والثالث، وأكثريتهم مطلقين منصات الصواريخ اللي كانوا يطلقوها. فقوة استخباراتية بهذا الشكل واختراق بهذا الشكل وتوزيع تلك الأجهزة قضى على جيش. بكل بساطة استطاع القضاء على جيش وشل حزب الله شلل كامل. بقتل قادة حزب الله شبه انتهى الحزب نهائيا. فالحروب لم تعد بالعدد، والتكنولوجيا تطورت بشكل كبير وانتقلت من تكنولوجيا أساسا حتى الصواريخ والطائرات الكبيرة اللي بتكلف ملايين الدولارات إلى تقنيات أبسط ومو مكلفة كتير. احنا تحدثنا عن حروب الاقتصادية على أشباه المعادن اللي تدخل في صناعة الرقائق. ووقتها قبل 2 و3 كنا نتحدث عن رقائق ال7 نانو اللي كانت وقتها عملت طفرة تكنولوجية كبيرة جدا في جميع أنواع الصناعات، سواء كانت طيارات، سيارات، أقمار صناعية، أجهزة بسيطة كلها. الآن يتحدثون عن تقنية 3 نانومتر وال2 نانومتر، وبعض الناس الاستراتيجيين في مجال العلوم يتحدثون عن تقنيات أبعد بكثير من تقنية 3 نانومتر أيضا، وهي شرائح بسيطة جدا وصغيرة جدا وتستطيع عمل بتكنولوجيا حديثة جدا أقوى من سرعة الكمبيوترات العادية حتى. فشريحة بسيطة جدا مبرمجة بالذكاء الاصطناعي تستطيع أن تخترق أهداف كبيرة جدا وبقوة مخابراتية. فشفنا اليوم طريقة لأوكران ضربوا فيها قواعد جوية كثير للروس، شاحنات ينفتح سقفها تطير فيها أسراب طيارات بشكل أوتوماتيكي من دون تدخل بشري، تتعرف على كل القواعد العسكرية وتقوم ضرب الطائرات اللي موجودة في المطارات بكل سهولة.
طبعا بعدها انكشف انه سيارات السائق تبعها ميت خنق، ولا توجد أي معلومات كيف دخلت تلك الشاحنات إلى داخل الأراضي الروسية ووقفت بالقرب من تلك القواعد وطارت منها الطائرات. إلى الآن كان في أخبار بأنه المسيرات الأوكرانية تضرب القواعد الروسية، وطبعا هذا خرق تكنولوجي هائل جدا وقلب موازين القوى. خلينا أقرأ لكم نتائج تلك العمليات اللي حصلت اليوم إلى بعد الظهر. يعني بعد الظهر كان في كمان كتير أمور ما أضفناها لسه، لكن اللي حصل عملية قافوتيانا اسمها، ما نعرفه حتى الآن، حتى اللحظة اللي كتبنا فيها التقرير وجمعناها من وكالات العالمية والمجلات العسكرية في العالم كلياته. تدمير 30% من قاذفات روسيا الاستراتيجية. 30% من قاذفات روسيا الاستراتيجية تم تدميرها، خصوصا التي تحمل الرؤوس النووية. 50% من أسطول تاو 95 ام اس. 50% من أسطول تاو 95 ام اس، وتعطيل 100% من طائرات الإنذار المبكر. جميع طائرات الإنذار المبكر اللي كانت تملكها روسيا تم تعطيلها بشكل كامل. المنشآت المستهدفة: قاعدة بيلايا الجوية، قاعدة ديكافليفو الجوية، قاعدة أولينيا الجوية، قاعدة إيفانوفو الجوية، قاعدة أوكرينيكا الجوية. طبعا لا، نفذ جهاز الأمن الأوكراني SBU، وهو جهاز المخابرات الأوكراني، بالتنسيق مع وحدات الاستخبارات العسكرية، عملية عالية الخطورة وعالية التأثير تضمنت إيصالا سريا لحوالي 150 طائرة بدون طيار صغيرة و300 ذخيرة دقيقة إلى عمق الأراضي الروسية عبر 5 شاحنات مقطوعة مموهة. تم إطلاق مجموعة 116 طائرة مسيرة على 5 مناطق أهداف رئيسية. أحد شاحنات النقل أثناء توجهها إلى قاعدة أوكرانية تعرضت لحريق أدى إلى انفجار حمولة الطائرات وتدمير حزمة الضربات الخاصة بها. إحدى الشاحنات، خلينا نعيد هاي الفقرة، تم إطلاق ما مجموعه 116 طائرة مسيرة على 5 مناطق أهداف رئيسية. إحدى شاحنات النقل أثناء توجهها إلى قاعدة أوكرينيكا تعرضت لحريق بشكل مفاجئ أدى إلى انفجار حمولة الطائرة وتدمير حزمة الضربات الخاصة بها. يعني في شاحنة كمان تعرضت لحريق، ولا كان ممكن تكون النتيجة أكبر من هاي النتيجة. رغم وجود أنظمة دفاع جوي متعددة الطبقات تشمل صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى وأسلحة الحرب الإلكترونية ومدافع مضادة للطائرات ودوريات روتينية، فشل الجيش الروسي في التنبؤ بأسلوب وتكتيك الهجوم، وقد لوحظ ضعف شديد في تأمين محيط القواعد. حلقت معظم الطائرات المسيرة على ارتفاع منخفض مما قلل من توقيعها الرادار وزاد من عنصر المفاجأة. التقييم الأولي للأضرار BDA: قاعدة أولينيا الجوية، تدمير 2 قاذفات TU 95 MS، إصابة 2 من القاذفات TU 95 MS وخروجها من الخدمة. تدمير 1 طائرة نقل عسكري AN-12. قاعدة بيلا الجوية، إصابة 3 قاذفات TU
95 MS، إصابة 2 قاذفات استراتيجية TU 22 MS. ويقدر أن أكثر من 41 طائرة قد تم تدميرها وإتلافها، من بينها حوالي 27 قاذفة استراتيجية. التأثير الاستراتيجي هنا تدمير أو إتلاف ما يصل إلى 30% من إجمالي أسطول القاذفات الاستراتيجية الروسية. تدمير وإتلاف ما يصل إلى 50% من أسطول القاذفات TU 95 MS الروسية العاملة، وهي أساسية لإطلاق صواريخ كروس وتنفيذ ضربات بعيدة المدى. 50% من قدرة الجيش الروسي تم تدميرها. في احتمال تدمير أو إتلاف ما يصل إلى 100% مما تبقى من أسطول طائرات الإنذار المبكر والتحكم الجوي الروسية شخطة 50 على شخطة 50 هاي نوعياتها، البالغة عددها 5 طائرات فقط. يعني روسيا كلها تملك 5 طائرات من هذا النوع. تم تدمير ال5 طائرات، فبالتالي تم تدمير 100% من أسطول الطائرات الإنذار المبكر اللي تملكه القوات الروسية. ما بعد العملية، تفيد التقارير أن جميع العناصر الأوكرانية المشاركة في العملية قد انسحبت بنجاح دون وقوع أي خسائر. لم يسجل أي خسائر أوكرانية في الأفراد والمعدات خلال الهجمات. يعني عناصر المخابرات الأوكرانية اللي تسللوا إلى الأراضي الروسية استطاعوا الخروج من روسيا من دون أي خسائر أو أي كشف للعناصر أو المخابرات الأوكرانية اللي دخلت الأراضي الروسية ونفذت هذه العملية. إذن الحروب الاستخباراتية هي أقوى أنواع الحروب، واللي الآن انتقل العالم من الحروب التقليدية إلى الحروب بالذكاء الاصطناعي. طيب أنا بدي أربط هذا بسوريا. كيف؟ أول واحد خرج وقال لكم في وفد أوكراني موجود في إدلب قبل 2 أعتقد أنا، وقلت لكم أنه أبو محمد الجولاني هو عميل من الطراز الرفيع للمخابرات البريطانية، وتم تدريب عناصر الهيئة على بعض أنواع الطيارات المسيرة، وخرج بعدها عرفنا اسمها شاهين. وأعتقد أنه تذكروا هذا الكلام اللي هو قبل 2 و3. الحديث اللي كنت بتحدث فيه هذا كلياته. شفنا الطيارات اللي كانوا بيستخدموها، طبعا بعملية بسيطة ومراقبة اتضح لي أنه الأوكران لم يعطوا التكنولوجيا لطيارات اللي كانوا يسموها شاهين إلى عناصر الهيئة، بل أعطوهم عدد من الطيارات فقط وعلموهم كيف يستخدموها. نحن نعرف خلال السنوات اللي فاتت كلياتها إنه كل الدول العالمية كانت تجرب أسلحتها في سوريا. يعني الروس، الأمريكان، البريطانيين، كل شيء في العالم بده كان يجي يجرب سلاح أو نوعية سلاح كان يجي يجربها على الأراضي السورية وعلى الشعب السوري. كل أنواع المسيرات اللي روسيا بدها تجربها جربتها في سوريا. تذكروا ضرب القواعد الروسية، قاعدة حميميم وغيرها بالطيارات المسيرة اللي كانت كل فترة وفترة تحصل، وما بالحجم الكبير، بس كانوا يجربوا. الأوكران كانوا يجربوا، فضربوا الروس كثير في مواقع في سوريا. وبنفس الوقت كانوا الروس يجربوا أيضا بعض أنواع الصواريخ والأسلحة اللي موجودة عندهم.
وإلى الآن الروس الأوكران يتربصون في الروس في سوريا حقيقة. طبعا احنا تحدثنا انه احمد الشرع هو عميل بريطاني من الدرجة الاولى، وبعدين اجت الادلة على هذا المواضيع وشفتوا الفيديوهات اللي تحدثنا فيها او الحلقات السابقة كلياتها، وما بدنا نعيد بهذا الموضوع. عميل بريطاني من هو عدو روسيا الاول في اوروبا بعد اوكرانيا. بنعرف البريطانيين وقضايا اللي حصلت ما بينهم وما بين الروس، وقضايا الجواسيس بين الطرفين، وعمليات الاغتيال اللي حصلت في لندن لبعض الجواسيس الروس اللي كانوا أو الجواسيس البريطانيين اللي من أصل روسي، والأزمة اللي حصلت ما بين الدولتين بشكل كبير، والتنافس اللي موجود ما بين المملكة المتحدة أيضا وموجود ما بين الروس على مستوى العالم كلياته. هذا نعرف. كثير من الناس تظن أنه فرنسا هي المتنافسة مع الروس خصوصا في وسط أفريقيا وغيرها، لكن حقيقة الأمر أكبر تنافس موجود بالعالم كلياته هو بين البريطانيين والروس، وخصوصا في جنوب شرق آسيا. هذا أمر واضح. فلذلك شفنا كل الضربات اللي حصلت في سوريا هي كانت ضد الروس، والبريطانيين هم اللي هيئوا مع الوقت أبو محمد الجولاني لأحمد الشرع، قوات الهيئة كلها لحتى هم ينقلبوا على الروس. هنا طبعا الأتراك لهم يد خبيثة بهذا الموضوع أيضا. الأتراك ما كان بدهم توصل للمرحلة اللي حصلت، لكن الأتراك دائما بيدق ضعيف، وأحيانا تحسه مضحك في السياسة، أحيانا تحسه فعلا هو مضحك في السياسة بشكل كبير، خصوصا من تصرفاتهم اللي بيطلعوا دائما من أي حرب أو أي معركة سياسية من دون أي فائدة. هم شفناهم خرجوا من ليبيا من دون فائدة، ما استفادوا شيء، خرجوا من مصر وما استفادوا شيء، وخرجوا من تونس وما استفادوا شيء، وخرجوا من غزة وما استفادوا شيء، ويخرجون الآن من سوريا أيضا من دون ما يستفيدوا نهائيا، لأنه بالنهاية الدول العظمى الكبيرة هي اللي كانت لها الكلمة العليا، بدليل أنه أبو محمد الجولاني هو اللي استطاع أو هيأته الدول العالمية أنه يستلم محل بشار الأسد، وليس الجيش الوطني أو الائتلاف اللي كانت مهيئته تركيا سنوات طويلة وداخلة بمعمعة ومفاوضات وسوشي وموشي وشو اسمها هاي الاتفاقيات أستانا اللي حصلت كلياتها. إيش كان الأتراك؟ لو أنه الأتراك فعلا هم يلي مستفيدين في سوريا، كان شفت الآن اللي يحكم في دمشق هو الائتلاف الوطني، وكان شفت الجيش السوري هو الجيش الوطني اللي هو ذراع تركيا. فالأتراك أكثر الناس الخاسرين. شوف المعادلة اللي حصلت الآن، وشفنا اليوم الدعوات اللي على الأراضي السورية كلها أنه يطلعوا مظاهرات مساندة للجيش اللاوطني اللي هو ذراع تركيا، والجيش السوركي أنا بسميه، اللي وضعت كل قاداته في قوائم الإرهاب، وهي كانت أيضا لعبة بريطانية شرعاوية ملعوبة صح. فإجت الطابة الزاوية 90 جول. طبعا دفعت ثمن أخواننا بالساحل وكتير مجازر اللي حصلت، لكن مثل ما قلنا لكم السياسة ما بتعد ضحايا، ما بيهمها العدد الضحايا. فاستطاع بلعبة بسيطة جدا أيضا أنه يحط كل الضباط اللي هو رفعهم إلى عميد وغيره وغيره مثل سيف أبو بكر
أبو طفشة عمشة وهذا الأجدب فهيم عيسى وهذول الهبل اللي كانوا الأتراك حاطينهم بالأساس، كلهم رفعهم لرتبة عميد، بس بسيطة جدا، قضى عليهم كلياتهم بكل بساطة، جاب لهم عقوبات دولية من الاتحاد الأوروبي. فبكل سهولة شالهم من وجهه أحمد الشرع، وبذكاء خارق. طبعا هلا كل هذول لازم يطلعوا برات الحكم. هذا كان نائب وزير الدفاع على أساس فرح له 20 يوم شهر، هلا لازم يخلع ويمشي. ليش؟ لأنه بقوائم الإرهاب، ما يصير بالحكومة موجودة في قوائم الإرهاب وبرقوبتهم آه، جرائم تطهير عرقي، هذا لا يجوز نهائيا. فبكل بساطة كل واحد من هدول بده يشيل مصراته ويروح يعيش بتركيا، ما بقى له مكان في سلطة سوريا المستقبلية بكل بساطة. طبعا إذا راحوا القادة، الجيش بسهولة يصير يتفكفك، الجيش اللي موجود بسهولة بده يصير يتفكفك، وبده ينضم للهيئة وينضم للجيش تبعية الحكومة، بده قسم يتحارب كذا، الأمور كلياتها. فأحس التركمان اليوم بالخنجر المسموم اللي انضرب بظهرهم. وإجا فجأة وفد الإدارة الذاتية إلى سوريا، فكان هذا بالنسبة لهم يعني صاعقة كبيرة جدا. فشفتوا الهيجان اللي حصل، الهيجان اللي حصل من كل المواقع التركمانية والشخصيات التركمانية اللي بتطلع تتحدث دائما، واللي بيكذب الأخبار، واللي بيطعن بشرف الناس من الوفد اللي موجود، واللي بيقول لك طردوهم، واللي بيقول لك ما حصل بيناتهم أي تجاوب. رفض الحكومة المؤقتة بقيادة الدكتور البروفيسور أبو عيون قريئة أحمد الشرع كل مطالب قسد، ورفضت قسد مطالبه. وشفنا كثير مع وبعضها بأشكالها وألوانها على كل الوسائل التواصل الاجتماعي، واجتمع الدكاترة والبروفيسورية السوريين القوميين السابقين وعملوا لايفات وكلياتهم بدأوا بالحديث عن الحقوق الكردية، يحق ولا يحق، ويجوز ولا يجوز، ونعطي وما بنعطي، ومن الأحاديث اللي بيكرروها وهي بعيدة عن الواقع، ولا تمت للواقع ولا الاتفاقيات بأي صلة، لا من قريب ولا من بعيد. اجتمع الدكتور اكس إبسيلون، اجتمع مع المحامي عمار الواوي المداوي، واجتمعوا كذا كلياتهم وعاملين لي لقاءات وبحث وكذا، وكل واحد بيقول للثاني تفضل دكتور وتفضل استاذ، وبيقول لك التاريخ الكردي والتاريخ الموجود وغير موجود، ومن الكلام اللي بتسمعوه دائما واللي لا يمت للواقع بصلة، وهو عبارة عن، أنا بشوفها حلقة كوميدية أكثر مما تكون. لأنه عندما يكون عدوك بعيد عن الواقع وبيتحدث بنكران الوجود وبيتحدث بفوقية عالية جدا، وكأنه الأكراد مجموعة حارة بسيطة موجودة في سوريا، وهاي الحارة خيو نفرقهم بين الحارات، نقول لهم كل واحد يجي يعيش بحارات تانية. فهؤلاء خلص اختفوا هاي الحارة وانتهت، يتعاملون مع الكرد على أساس أنه فقط هي شارع واحد أو حارة موجود فيها الأكراد، والكرد ما بدهم حقوق. الكرد هم أساسا كلهم ضد قسد، والانتهاكات اللي موجودة عند قسد والجرائم والكذا وغير هاي الافتراءات اللي بيقولوها المضحكة جدا يعني، والمجازر والتجاوزات والجرائم القسدية، وبهذا الأسلوب المضحك جدا. أعلم يا صديقي العزيز، إن لم تكن محارب شريف في حياتك ما راح تربح معركة، كانت سياسية ولا عسكرية.
إن لم تكن محارب شريف وواقعي بحياتك ما راح تربح معركة لا سياسية ولا عسكرية. طالما يتحدثون بهذه اللهجة وبهذا العنجهية والعلو، وخصوصا أنا بخص فيها القوميين المتأسلمين. هذول القوميين المتأسلمين مضحكين أكثر من الإسلاميين، لأن الإسلاميين ما بضحك عليهم كثير وكذا، لكن القوميين المتأسلمين هم ضايعين فكريا. فبتلاقيه يأيد أحمد الشرع والهيئة والحكومة والكذا ويتحدث بنفس قومي. وهؤلاء أكثر الناس المضحكين حقيقة، لأنهم بعيدين كثير عن الواقع. بدي أقول لكم شيء، وهذا احفظوه وسجلوه علي أنا شخصيا. وأنا عادة ما بتحدث وما بوجه كلامي لأشخاص، لأني دائما أناقش الفكرة ولا أناقش الشخص. أتهجم على المشاريع ولا أتهجم على من حامل المشروع شخصيا يعني. قبل مجيء أحمد الشرع قبل مجيئه إلى السلطة والاتفاق معه، هو موقع على كل شيء وخريطة سوريا كلها، وعلى إسرائيل وعلى الجولان وعلى الأخوة المسيحيين وعلى الأخوة الدروز والأخوة العلويين وعلى شرق الفرات وكل شيء على بلاط أحمدي. بقول لكم إياه. لكن الظروف الآن بالنسبة له غير مهيئة، ما بيقدر يعلن هذا كله. فبده يروح وفد، بده يجي وفد، بده كذا، مع الوقت كذا، شوي شوي تتعودوا على هالشغلة هاي، تتعودوا وتصير أمر. يعني هلا مدارس، بكرة بترول، بعده حدود، بعده كذا، بعده ملا مركزية، بعده فيدرالية، وبعده يجي اللي بعده واللي يجي بعده. هذا أمر مفروغ منه. فما جاء أحمد الشرع إلا وهو موافق على كل شيء، واللي بيحصل هذا كله تحصيل حاصل، عشان تعرفوا هذا كله تحصيل حاصل. شايفين انتم شرق الفرات شقد مرتاح. حاولت تركيا انه تخربط هذا الشغل مع شرق الفرات، بس احمد الشرع وافق على كل شيء، ما في مشكله على كذا كذا، بس شرق الفرات بالنسبه لنا فيدراليه ولا مركزيه وامور وكذا. استخدمت تركيا كل قواتها اللي موجوده في جسر قراقوزان وست تشرين، الى ان وصلت لمرحله فشلت فيه فشل ذريع، ودفعت مبالغ هائله جدا. تكلفه الحرب اللي حصلت بطيارات فقط سعرها ما بيتجاوز ال 200 300 400 دولار، وإنتاج محلي. استطعنا كسر أنف الأتراك على الأرض. فحروب ما بقى فيه، أنا بقول لكم إياه، حروب ما ضل. المسألة كلياتها الآن انتهى هذا الوضع اللي كنا نحن فيه. وكانت تحلم تركيا أنه على الأقل تضاعف شرق الفرات بأي شكل من الأشكال لحتى ما توصل للطموحات اللي العالم رسم لها إياها. هنا العالم رسم لي إياه، وراح أعطيكم الدليل على العالم واصل لي إياه. البارحة مرة ثانية يصرح فيها مبعوث ترامب إلى دمشق ويتحدث فيها بأنه الحل الأساسي في سوريا هي اللامركزية. من دون اللامركزية لا يوجد حل في سوريا، وهو المطلب العادل لكل الأقليات اللي تعيش فيها. طبعا هنا مفهوم اللامركزية شرحت لكم إياه بشكل كبير، لأنه هذا مفهوم عميق وطويل وعريض جدا. اللامركزية يعني حكم ذاتي، واللامركزية تعني الفيدرالية، واللامركزية حتى تعني الكونفدرالية، حتى مشان تعرف. فاللامركزي هو مفهوم واسع. أنت تستطيع كالثوب تكبره مثل ما بدك وتصغره مثل ما بدك، وهنا يعتمد على شو من الحقوق اللي بدك إياه. فلذلك إذا
يتحدث فيه وزير خارجية الأمريكي، ويتحدث مبعوث ترامب، ويتحدث ترامب، وتتحدث فرنسا، وتتحدث بريطانيا، وكل الدنيا بتتحدث باللامركزية. أنت حضرتك الأستاذ المحامي الضخم الكبير والأساتذة اللي موجودين معاك على التيك توك وفاتحين صولات وجولات 5 ساعات و6 ساعات بدك تمنع اللامركزية، كنت موجود برات سوريا؟ أنتم مسخرة عن جد. أنا بشوفكم أنتم مسخرة. لا تستطيع قوة موجودة على الأرض حاليا منع اللي بيحصل في سوريا نهائيا، ولا حتى سيد أحمد الشرع نفسه هو موافق على كل الأمور اللي حصلت. ونحن شفنا لغة الجسد اليوم كيف كان الوفد تبع الإدارة الذاتية موجود، وكان موجود جماعة الدعانة، يعني 6 أشخاص بلقون، وقوة الشخصية اللي ظاهرة في الاجتماع اللي موجود كأنه وفد الإدارة الذاتية هو الدولة، وجماعة الدولة هم اللي جايين يطالبوا بحقوق. وفعلا هو هيك. فعلا هو هيك، لأنه من دون شرق الفرات ما في إعادة عمر، ما في مصاري. من دون شرق الفرات لا يوجد ماء، من دون شرق الفرات لا يوجد كهرباء، من دون شرق الفرات لا توجد هناك حكومة سيعترف فيها العالم. من دون شرق الفرات ما في شركات أجنبية راح تجي وتعمر في سوريا. من دون شرق الفرات سوريا ميتة. ورئيسكم السابق اللي كنتوا بتطبلوا له بشار الأسد ومن قبله حافظ الأسد كان يقول شرق الفرات سلة الغذائية لسوريا وعصب الاقتصاد السوري. هذا شيء معروف. كل التجار الحلبية والمعامل وهاي كانت تجي بتبيع بشرق الفرات. المعامل كلها كانت مفتوحة بوقتها من أجل هذا، يعني حتى كسوق تصريف للبضائع شرق الفرات يعتبر للتجار المحليين هو السوق الرئيسي. هاي خذوها قاعدة. لا أنتم ولا قوتكم ولا أي حدا يستطيع يمنع شعوب المنطقة هذيك اللي موجودة من حقوقها. والحقوق تؤخذ بالقوة وتمنع أيضا بالقوة. مسألة والله بالسياسة بالكذا بالهاي بالكذا لا يمشي، بيمشي الحال. بدك تيجي تحارب ما في عندك، ما عندك الإمكانيات أنك تحارب، عشان نكون واضحين. فهذا الخطاب الخرنتعي القومي التافه ونكران وما بعرف ايش وكذا، هذا كلام حيجيب لكم الجلطة صراحة. لأنه الحقيقة القادمة في المستقبل عفوا حقيقة مو مثل ما أنتم عم تحكوها. وأنتم تعلمون بأنني أعلم بأنكم تعلمون في ذات نفسكم بأنكم كاذبون. أنتم تعلمون بأنني أعلم بأنكم تعلمون في ذات نفسكم بأنكم كاذبون. فبيدلوا هذا الخطاب إلى خطاب جيد بيفيدكم أنتم، لأنه خطاب الكراهية هذا وخطاب إلغاء الآخر ما راح يفيد. وبالنهاية الأخوة العلويين كمان راح يحصلوا على اللامركزية نفسها اللي بيطالب فيها الكرد، والأخوة الدروز راح يحصلون عليها كمان. وأنتم عيشوا في دولة مركزية بالمناطق تبعيتكم. إذا أحب العرب السنة العلمانيين واللي إذا الفكر الحديث أنه ينضموا للأقليات، ما بعتقد أنه يعيشوا معاكم أنتم. خلوكم أنتم في هذا المربع الصندوق المغلق اللي لا بحر ولا نفط ولا مي ولا أي شيء. بتكون بس تركيا اللي هي راح تركبكم مثل ما هي بدها كشراع، طبعا كسفينة أقصد. ما بقصد فيها معنى مسيء، لأنه أنا ما بسيء لحدا أبدا.
طبعا في أخبار متداولة كبيرة جدا عن إعادة تنظيم داعش لتنظيم نفسه واختيار قيادات جديدة. بس دقيقة لا أشوف الخبر. تنظيم داعش يقوم بإعادة تهيئة نفسه مرة أخرى. طبعا لكم الأخبار اليوم كتير كتير. بدنا نقرأ الخبر. عاد تنظيم داعش إلى الواجهة من جديد في شمال وشرق سوريا مع تصاعد ملحوظ في نشاطه لا سيما في مخيم الهول ومحيطه بالإضافة إلى مناطق متعددة في ديار الزور. وتشير التطورات الأخيرة إلى محاولات متزايدة من التنظيم لإعادة تنظيم صفوفه وتوسيع رقعة عملياته من خلال تكثيف الهجمات على مواقع ونقاط تابعة لقوات سوريا الديمقراطية مستهدفا الدوريات ونقاط التمركز، مما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى. وفي تطور أمني خطير، نفذ تنظيم داعش صباح اليوم عملية استهداف لدورية تابعة لقوى الأمن الداخلي لسايش على طريق الواصل بين الحسكة والرقة، مما أسفر عن ارتقاء 3 من عناصر الأسايش. وقد تبنى التنظيم العملية رسميا من خلال نشر مقاطع وفيديو يوثق لحظة الاستهداف في محاولة منه لإبراز قدرته على تنفيذ عمليات نوعية ونقل رسائل تهديد مباشرة للقوى الأمنية. وفيما تواصل قوات سوريا الديمقراطية بالتنسيق مع التحالف الدولي تنفيذ حملات أمنية مكثفة ضد خلايا التنظيم، حيث تم تنفيذ مداهمات وعمليات تمشيط في عدد من المناطق أسفرت عن اعتقال عناصر مشتبه بانتمائهم للتنظيم إلى جانب ضبط أسلحة ومتفجرات. ويعكس هذا التصعيد المتسارع من قبل داعش مع توثيق عمليات إعلامية مرحلة جديدة من التحديات الأمنية في المنطقة. طبعا قام تنظيم داعش أيضا بتغيير بعض القيادات الموجودة عندها، بتغيير بعض القيادات الموجودة عندها. فحطوا واحد بكنية الجبوري اللي كان موجود أساسا في العراق وانتقل إلى سوريا وعمل مع الهيئة فترة وانشق عن أبو محمد الجولاني ورجع الآن إلى التنظيم مرة أخرى. طبعا هذا شو بيعطينا؟ بيعطينا انطباع بأن الأتراك رجعوا إلى المعادلة الأولى، فلم يعد يثقوا بالجيش اللاوطني وقدراته لمحاربة قسد، وفشلوا فشل ذريع في 6 تشرين وجبهة قرقوزان، وجبرتهم الولايات المتحدة الأمريكية على اتفاقيات هدنة مؤقتة لفترات معينة لأنه ما جابت نتيجة معهم نهائيا. فتحولوا الآن بدعم تلك الفصائل اللي موجودة خصوصا تنظيم داعش اللي هو الأقوى على الأرض صراحة. فبنشوف الآن أنه بده يصير حرب، نعم، اللي راح يقودها داعش في الفترة القادمة خصوصا في مناطق دير الزور والمناطق الجنوبية من الحسكة أيضا، لأنه ما يستطيع لا الهيئة ولا تستطيع الجيش الوطني محاربة قوات قسد، فبذريعة هاي راح يطلعوا هؤلاء. لكن هذا حصان فاشل بالمراهنة عليه صحيح حقيقة. ليش؟ لأنه راح يخلي العالم والتحالف الدولي اللي موجود أساسا في محاربة داعش أنه يرد بقوة على هؤلاء اللي موجودين. فهؤلاء اللي داعش لو كانوا صادقين خلوا يروحوا يحاربوا المرتد اللي بيسموه المرتد والخارج عن الملة أبو محمد الجولاني نفسه. ليش يجوا يحاربوا قوات قسد يعني مثلا؟ أليس الأولى بهم أنه يحاربوا هذاك اللي سلم رئيس تنظيمهم موقعه تم استهدافه أبو البغدادي اللي كان هو عنده بإدلب، وهو اللي تقريبا أعطى إحداثيات جل قادة التنظيم إلى التحالف الدولي ليثبت ولاؤه للصليبيين كما يقول هؤلاء الراديكاليين بتسجيلاتهم كلياتها. فتروحوا تحاربوا منطقة شرق الفرات وتاركين عدوكم الأساسي والحقيقي
بالمفاهيم السياسية والأيديولوجية أيضا هو حر وطليق. هاي المسألة لا لن تمر على دول العالم نهائيا، ولا راح تمر على اللي موجودين على الأرض أيضا. فهي المسألة معروفة وواضحة تماما أنه الورقة اللي رجعت تركيا تلعب فيها مرة أخرى، وتوجه هؤلاء مرة أخرى إلى شرق الفرات لمحاربتهم. لكن مثل ما قلنا لكم هذا حصان أعرج، والمراهنة على الحصان الأعرج صعب جدا مهما كانت قوته وأيديولوجيته. فالفترة القادمة راح نشوف تصاعد عمليات تنظيم 11 مرة أخرى على شرق الفرات، وهم يقوموا بعمليات كر وفر، يعني ما أنه هذيك العمليات أو جبهوية وكذا، لا. فهي عمليات ضرب بسيطة، ويصوروا فيديوهات وبيروحوا يقدموها للدعم التركي لحتى يثبتوا له ولائهم وأنه قاموا بالعمليات هاي. في تقرير آخر راح نقرأه: بدأ تنظيم داعش بإعادة ترتيب صفوفه في سوريا في ظل المتغيرات السياسية، وعين أبو دجانة الجبوري. ما خلصنا من أبو دجاجة، جانا أبو دجاجة ثاني. أبو دجانة الجبوري واليا جديدا على حلب. بحسب صحيفة الشرق الأوسط، الجبوري سوري من حلب وقيادي سابق في جبهة النصر. طبعا هو مو من عشيرة الجبور، ها مشان تعرفوا، هو مو من عشيرة الجبور، اسمه الجبوري. وقيادي سابق في جبهة النصرة، قاتل سابقا في العراق وسجن في صدنايا، وانضم لداعش عام 2014. تعيينه يحمل دلالات أمنية واجتماعية نظرا لخبرته بتنظيم هيئة تحرير الشام، وانتمائه لعشيرة واسعة في سوريا والعراق، ما قد يساهم في استقطاب الساخطين، خاصة بعد انفتاح حكومة الشرع على واشنطن وتل أبيب، مما أثار استياء بعض الأوساط المتشددة. ميدانيا تبنى 11 مؤخرا عمليتين في بادية السويداء، كما نفذ تفجيرات أودى بحياة عنصر من الجيش السوري الجديد. وازدادت عملياته الأمنية في حلب وريف دمشق، وبالتوازي مع تصاعد خطاب النبأ الداعي لهجمات في كل مكان، وقد في وقت تشير فيه تقارير إلى ارتفاع معدلات هجماته الشهرية بعد تقليص القوات الأمريكية في سوريا. فرح نشوف نحن مثل ما قلنا لكم حسب التقارير الواردة أنه الهجمات رح تزداد، والتنظيم رح يدخل في حركة أكثر في الفترة القادمة. طبعا هون أكثر المستفيدين من خروج هؤلاء مرة أخرى هو أحمد الشرع. شلون؟ أحمد الشرع سيعلن الحرب على هؤلاء أيضا، وبذلك سيكسب ود التحالف الدولي وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية، أنه مو بس قصد أنا كمان محارب لهؤلاء، فراح يجوا يصيروا كتف مع كتف مع قصد بيحاربوا هؤلاء القوى الظلامية اللي ظهرت من جديد، واللي هي أساسا السبب اللي جاء فيه التحالف الدولي على سوريا كلياته. فالأتراك يلعبون لعبة، بس مثل ما قلت لكم هو عبارة عن المراهنة على الحصان الأعرج، اللي راح يخلي هاي الموضوع هيك بهالطريقة هاي، انه حتى احمد الشرع يخرج من ايدي تركيا، يخليه يخرج من ايدي تركيا. فكلما تصاعد رقم 11 في سوريا اكثر، سيزداد التحالف الدولي وقواته على الاراضي السورية، وراح يوقف التحالف الدولي مع القوى اللي بتحارب
القوة اللي بتحارب هذا التنظيم الإرهابي اللي بتشكل مرة تانية في سوريا. طبعا مثل ما قلنا لكم كثير من المقاتلين الأجانب راح يروحوا ينضموا إلى هذا التنظيم أيضا، لأنه التنظيم هذا انعمل للقضاء على المقاتلين الأجانب. لا يستطيع أحمد الشرع القضاء على المقاتلين الأجانب لا عسكريا ولا أخلاقيا. ليش؟ لأنه هذول كلهم اجوا لمساعدته بالأساس في بداياتها، فكيف يستطيع قتل هؤلاء والتخلص منهم؟ لابد من عملية معينة. العملية ببساطة الطريقة هاي، هو ارتد، صار حليف الأمريكان والصليبيين حسب مفهومهم، وصار خارج من الملة، وبدل ما يسوي سوريا دولة إسلامية قاعدية على شاكلة أفغانستان، بده يسويها دولة ديمقراطية تعددية لا مركزية فيدرالية يعترف فيها بإسرائيل، بيعمل مصالح مع الأمريكان والدول العالمية كلياتها. فإذا كل الأجانب رح يرجعوا ينضموا لمين؟ رح يرجعوا ينضموا إلى 11. فيكون هو ضرب ضربة المعلم، يقول للأمريكان والأوروبيين والتحالف الدولي تعالوا تفضلوا أنتوا اقتلوهم هذول كلهم رقم 11. فبيجي كمان قوات سوريا الديمقراطية بمساعدة التحالف الدولي تقوم تحارب هؤلاء الأجانب ويتم القضاء عليهم اللي موجودين في سوريا. فاللعبة محبوكة من أحمد الشرع. وأنا قلت لكم أحمد الشرع ما هو بالإنسان البسيط. ليش؟ مو هو الذكاء تبعه، هناك أجهزة مخابرات دولية اللي بتوجهه واللي بتدربه واللي تعطيه المعلومات والإرشادات كيف يتصرف. فهمتوا شلون رايحة؟ أنت عندما تستطيع فهم هاي العقول اللي موجودة تستطيع أن تعرف أن الأمور إلى أين ذاهبة. فمثل ما قالوا لأحمد الشرع خلي كتائب التركية هي اللي تروح على الساحل وتعمل كل الفظائع اللي حصلت في الساحل ووضعت في قوائم قادتها في قوائم الإرهاب، هاي لعبة مخابراتية يجبر فيها المقاتلين الأجانب إلى الانضمام إلى ال11 ويتم محاربتهم من التحالف الدولي وقسد ومساعدته أيضا والتخلص من هؤلاء. أحمد الشرع لا يملك قوات كافية لأنه يحارب كل الجهات الموجودة على الأرض، فهو يساير الكل. شفتوا شلون ساير الجيش الوطني أو اللاوطني ورفع رتبة القادة تبعيتهم، كلياتهم كانوا بياعين بطاطا، يعني أبو عمشة وعيسى فهيم عيسى القندرتشي والقادة وسيف أبو بكر كان واحد شلاتي بحلب. هذول كلياتهم ناس جهلة وأميين. تركيا اللي كانت بدهم هؤلاء الأغبياء لأنه تستطيع التحكم فيهم أكثر، وحطتهم قادة لأكبر الفصائل الموجودة بالجيش اللاوطني تبعها، فهو ما كانوا قادر يحارب هؤلاء كلياتهم، رفعهم رتب. في علم السياسة في علم السياسة إذا بدك تتخلص من واحد أعطيه منصب، كبر منصبه، وهذا أمر هام للغاية يستخدم بشكل كبير. فسحب هؤلاء كلياتهم وأعطاهم مناصب كبيرة وأعطاهم رتب أيضا كبيرة. بس إيش عمل؟ راح ورطهم بالساحل وحط أسمائهم كلياتها بقوائم الإرهاب، حط أسمائهم كلياتها بقوائم الإرهاب فقضى على مستقبلهم نهائيا. هلا الحل شو هو؟ تقول له انتم كلياتكم صرتوا بالقوائم الارهاب وانا ما بقدر اعطيكم مناصب، يعني شو بدي تكونوا انتم مناصب كبيره وضباط على مستوى عالي جدا وكلكم عمداء وعقداء والويه في الجيش وانتم اساسا موضوعين في قوائم الارهاب. فتفضلوا تقاعد، فتفضلوا روحوا على مكان اخر، وينهي فيها
الجيش هذا كلياته. طيب نفس الخطة تماما تطبق على المقاتلين الأجانب، التضييق عليهم لدرجة أنه يضطرون يروحوا على التنظيم الآخر اللي موجود اللي بيحمل نفس الفكر. هلا الخلاف ما بين هيئة هيئة تحرير الشام و11 تنظيم 11 هو خلاف، هل هو خلاف أيديولوجي أم هو خلاف سياسي؟ هو خلاف سياسي، خلاف حكم، أنا الأمير أم أنت الأمير. ما هو خلاف عقائدي أبدا، هو خلاف سياسي، سلطة ومال. فلذلك من البساطة جدا أنه المقاتلين الأجانب كلياتهم يروحوا على التنظيم الآخر العقائدي اللي جاءوا أساسا من أجل تلك العقيدة. المقاتلين الأجانب اللي جاءوا هم جاءوا عقيدة ولم يأتوا سياسة. لذلك من السهل انضمام هؤلاء، وهو بده يعمل بطريقة يضيق عليهم بشكل أنه كل هؤلاء يذهبون وينضمون إلى رقم 11 ويحيوا مرة ثانية، حتى يبين أحمد الشرع نفسه أنه هو تغير بشكل كبير وبدأ بمحاربة الراديكاليين اللي محسوبين على تنظيم القاعدة. راح يحاربهم هو وقسد والتحالف الدولي مع بعض، ويمرق قسم إلى العراق مثل ما حكينا على موضوع العراق وقتها. هاي هي الخطة اللي راح يتبعها أحمد الشرع بالقضاء على المقاتلين الأجانب في المستقبل، وراح نشوفها عن قريب. اللي هي 3 محاربة هدول وهدوليك وهدوليك وهدوليك، ومحاربة ما بينهم. لسه في معمعة كبيرة اللي راح تحصل. ما راح تقبل الكتائب التركمانية اللي جل قادتها تركمان ومحسوبين على تركيا أيضا بغدر أحمد الشرع اللي عمله. أحمد الشرع فعلا غدر بيهم خنجر مسموم كتير، ووضعهم بشكل في الفخ من حيث لا يشعرون، فحطهم بقوائم الإرهاب. هل هؤلاء سوف ينقلبون على أحمد الشرع؟ لأنه في أصوات اليوم عديدة تنده بثورة جديدة على أحمد الشرع، أنه الثورة لابد أن تستمر، وهؤلاء يمثلون الثورة حسب اعتقادهم طبعا. المسألة ليس بالبساطة اللي أتحدث فيها، لكن إحنا بسوريا لم تبدأ الأحداث بعد. حقيقة لم تبدأ الأحداث بعد.